تخيل غواص حر او سنوركلينج جايد نزل يربط المركب بالحبل، طلع وقبل ما يوصل ب2 متر اغمى عليه. ها؟ اسمع القصة. وصلنا بالمركب يا صديقي، والسنوركلينج جايد نازل يربط المركب لان ده المكان اللي احنا هنقف فيه. اللي هينزل غطس هينزل غطس، واللي هينزل سنوركلينج هينزل سنوركلينج، واللي هينزل سباحة ينزل. نزل اول مرة واتأخر، وطاقم المركب افتكروا ان هو ربط، فبدأوا يشدوا الحبل من الناحية التانية. بس مع الأسف كان لسه السنوركل جايد ما ربطش، وطلع السنوركل جايد زعلان جدا. انتوا ليه بتشدوا الحبل؟ انا كنت اولموست خلاص هربط، كل ما اجي اربط الاقيكم بتشدوه. وكان زعلان جدا. خد بالك، هو بذل مجهود ونزل مرة وكتم نفسه وطلع بانفعالات وزعلان، ونزل تاني المية من غير ما ياخد انفاس كويسة يستعد بيها اللي هو يعمل فري دايف تاني. طقم المركب والبحرية فضلوا متابعينه في تاني مرة، وخدوا بالهم اللي هو نزل وربط وخلاص. كل متوقع انه طالع، والبحرية وطقم المركب شاوروا للرئيس قالوا له الراجل تمام وربط. ولكن تحصل المفاجأة. لاجل الحظ وستر ربنا والبحر الاحمر وميته الكريستال، بحري من البحرية ومن طقم المركب بينزل له السلم وشايفه خلاص طالع، لقى وقف. صديقي هو بيحكي كده بالظبط، بيقول لك لقيته مرة واحدة ثبت ووقف ورجليه وقفت زعنفة، وبدأ ان هو ينزل تاني. شالو ووتر بلاك اوت او اغماء المية الضحلة اخطر امراض الغوص الحر.